وصفتنا اليوم كتير سهلة. بدنا نحضر الدجاج، بدنا نطبخه بصوص رائع جدا، نرجع نحمره ونفلفل الرز بنفس الصوص اللي طبخنا فيه الدجاجات. طعمه خرافية، طريقته كتير سهلة. اللي حابب يشوف كيف بدي احضر طبختي تابعني بالفيديو لنشوف التفاصيل. عندي معلقتين زبدة، راح ضيف عليهم معلقة زيت نباتي، ضيف عليهم بصلتين كبار مقطعتهم جوانح مثل ما لنا شايفين. يضيف على البصل سكر، كاري، بابريكا حلوة، قرفة ما بكتر القرفة، ورشة فلفل أسود. شوحت البصل شوي صغيرة لحتى صاروا شفافين عندي. هلأ بهالمرحلة راح ضيف السكر والتوابل، كعب ماجي، وبشوحه. بعد ما دبل عندي البصل وتحمصت البهارات بهالمرحلة بدي ضيف عليهم فليفلة حرة. نقدر نخفف ونزيد الكمية حسب رغبتنا بالحر، نقدر نستثنيها هيدي الخطوة ونضيف بدالها فليفلة حلوة. وبضيف توم مهروس، أكيد بعد كل إضافة عندي تشويحة. بعد ما شوحت التوم شميت ريحته، بدي ضيف الملح والقليل من المي المغلية، وهلأ بدي اطحنهم بالهاند بلندر. أنا ضفت المي ليسهل علي طحنهم. بعد ما طحنتهم هون نحن عنا حرية، يا أما بنطحنهم ناعم على الآخر أو بنطحنهم نص طحنة. حضيف عليهم حامض وكمل إضافة المي، حرش فلفل أسود، وبدي أنطر الخليط لحتى يرجع يغلي. بلش الصوص عندي بالغليان. بهالمرحلة راح ضيف قطع الدجاج عندي اياها مغسولة ومنشفة كتير منيح، وتركتها انا بجلدها وبعظمها. بتنقوا القطعية اللي انتو بتحبوها، فيكن تحطوا فروج كامل مقصقص، او فيكن تستعملوا بس فخاد او بس سفاين. انا لاحظوا كيف بدي احطها على الجلدة هيك بهالطريقة. حطيت قطع الدجاج، هلا بدي انطرهم لحتى يغلوا غلوة قوية. بنوس النار وبغطيهم وبتركن حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة بقلب الدجاج على الميلة التانية، برجع بغطيهم كمان بتركن نص ساعة. يعني هني بدهم ساعة تقريبا لحتى يستووا. اكيد نحنا بدنا نفحصهم نشوف استواهم. بس بعد نص ساعة بنقلبهم على الجهة التانية. رح ضيف ورقتين غار، عود قرفة، وهلأ بدي أغطي الطنجرة ونوس النار واتركهم لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة ما شاء الله شوفوا الدجاجات كيف بيضوا، هيدا معناها بلشوا يدخلوا بمرحلة النضوج. قلبتهم أنا أول مرحلة شفتوا حطيتهم على طبقة الجلد، هلأ رجعت قلبتهم على الجهة التانية وحأرجع أغطي عليهم، اترك النار تحتهم خفيفة ليكملوا استواهم نص ساعة تانية. بعد ساعة ما شاء الله الدجاجات استووا عندي، ريحتهم بتشهي. هلأ بدي شيلهم وحطهم بصينية بيركس أو صينية فرن. المهم إنه بدي أحمر لهم وجههم تحت الشواية. حطيت الدجاجات بالصينية، هلأ بدي أحطهم تحت الشواية لحتى يحمروا. ما شاء الله بعد ما تحمروا الدجاجات شوفوا منظرهم بيشهي، هن مستويين ومنهنهين وبيقرمشوا من برا لأنه نحن حمرناهم، وطعمتهم كتير كتير طيبة. هيدا الصوص اللي طبخت فيه الدجاجات. هلأ بدي اخد منه وفلفل الرز فيه. حطيت الصوص على النار لحتى يغلي. هلأ رح ننزل فيهم الرز وطبخه طبخ عادي، وما حضيف عليه اي شيء لانه هن بقلبهم الملح والبهارات ومكعب الماجي والزبدة والزيت. هيك بكون طبخت الرز بنفس النكهة اللي طبخت فيها الدجاجات. ما شاء الله شوفوا لي هالرز، هيدا اللي انطبخ بنفس الصوص اللي طبخنا فيه الدجاجات. ريحتهم بتشهي، طعمتهم كتير طيبة. ورق الغار، حبة القرفة، حبينا بنتركهم حبينا بنشيلهم. شوفوا ما شاء الله الرز كيف مهرهر مفلفل بطريقة كتير حلوة، نكهته كتير بتطلع طيبة ومميزة. وصفتنا صارت جاهزة ما شاء الله. شوفوا منظر الدجاجات، بيكونوا كتير طيبين مستويين منهنهين بنفس الوقت محمرين، وبنقدم معهم الرز اللي فلفلناه بنفس الصوص تبعيتهم. واكيد بنترك شوي من الصوص كمان بنقدمها على جنب. وصفة كتير سهلة وطيبة، بتمنى تجربوها. بشوفكم بوصفات جديدة من أكلات محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.